من غير مواعين كتير وواقفة في المطبخ كتير، هنعمل النهاردة صيادية الفراخ مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هتطلع معاكي حقيقي خطيرة. كمان قدمنا جنبها سلطة الدقوس بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا نشوف عملناهم ازاي مع بعض. بس اول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة هنا عندي فرخة حجم وسط، جبتها غسلتها كويس جدا وكنت مخلية الفراخ دي قسمها لي نصين كده بالطول زي ما انتوا شايفين. نضفتها كويس جدا تحت المية الجارية من اي تجمعات دموية موجودة فيها. بعدين حطيتها على مصفى عشان تنزل اي مية زيادة فيها. وبعدين جبت ليمونة كده قسمتها نصين وبدأت ادلك كل نص من الفرخة بنص من الليمونة تحت الجلد وفوق الجلد وفوق اللحم بالذات، عشان اضيع اي زفارة موجودة في الفراخ عندي. بعدين بقى بدأت ان انا ارش عليها ملح كده عشان لحم الفرخة معايا يبقى طعمه متحيق ومظبوط. وبعدين ركنتها على جنب زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى للرز بتاعي، هجهز الرز بتاعي. عندي هنا كوبايتين من الرز البسمتي الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. والرز البسمتي عشان يبقى حلو معاكي جيبي النوع اللي هو الكويس، اللي هو الحباية بتاعته بتبقى طويلة شوية. تمام، طويلة ورفيعة. بعدين غسلته كويس جدا تحت المية الجارية ونقعته لمدة نص ساعة. هركنه بقى على جنبه وهاجي بقى في حلة سخنة جدا على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة وشوية بساط جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هنزل برشة من الملح الأول. تمام، وهبتدي بقى اشوح الفراخ بتاعتي كده، هديها صدمة على الناحيتين عشان تقفل المسام بتاعتها. نزلت كده الفرخة الاول على ناحية الجلد وعطيتها رشة من الفلفل الاسود. تمام، واول بقى ما احسها اتشوحت على اول ناحية واخدت لون بسيط كده، هقلبها على الناحية التانية، هديها برضو رشة فلفل اسود بسيطة. وبكده اتشوحت على الناحيتين. هرفعها بقى من الحلة واحطها كده على طبق جانبي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وفي مكان بقى تشويح الفراخ هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة او بصلتين متوسطين. تمام، وهبتدي بقى احمر البصل بتاعي هنا لغاية لما يوصل للون البني زي بصلاية الرز اللي بنعملها للرز الصيادية بتاع السمك كده. عطيته رشة من الفلفل الاسود وابتديت ان انا احمر فيه وبياخد اللون اهو بالتدريج. اول ما بدأ ياخد اللون الذهبي شوية هديله 3 ورقات من اللورة، عود من القرفة، وكمان 5 وحدات من القرنفل. انا ما بحطش التوابل من الاول عشان ما تتحرقش معايا. اول ما البصل بتاعي اخد اللون البني الغامق كده، طبعا ما اتحرقش، هنزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، كمان معلقه كبيره من صلصه الطماطم. وهشوح كل ده مع بعضه لغايه لما اشم ريحه الثوم بتاعتي. هنزل كمان نص معلقه صغيره حبهان بودر، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من السكر. هقلب بقى كل ده مع بعضه. تمام، وبعدين هنزل بلتر من المية المغلية زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنزل عليهم كمان بمكعب مرق دجاج طبعا. وهظبط بقى الملح بتاعي مش كتير طبعا عشان هنا مستخدمين مكعب مرق. وهقلب كل ده مع بعض وهسيبه يغلي. اول ما يغلي معايا كده هنزل على طول بالفراخ بتاعتي وهسيبها تستوي في المرقة الحلوة دي طبعا كانت العصارة اللي نزلت من الفراخ، مش هسيبها طبعا، هنزل بيها على الفراخ بتاعتي. زودت كده مية حاجة بسيطة جدا وهسيب الفراخ بتاعتي كده على نار وسط تستوي. هنا بقى كانت الفراخ استوت معايا وكشفت العظم بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. كانت الفراخ استوت تماما معايا، بس خدي بالك عشان ما تتهريش منك. تمام، هبتدي بقى ارفع الفراخ بتاعتي كده من الحلة واحطها على بايركس اللي هدخلها بيه الفرن. وهاخد كده كبشتين من المرقة دي احطهم على الفراخ عندي عشان هدخلها تتحمر في الفرن. في المرقة الحلوة دي بقى هنزل بيه الرز بتاعي اللي نقعته نص ساعة وصفيته كويس جدا. وهبتدي اقلبه واغطي الحلة بتاعتي واسيبه لغاية لما يتشرب. بالنسبة بقى للفراخ هديها كده رشة من الفلفل الاسود على الوش. تمام، هديها كمان رشة من الملح بسيطة جدا. وعشان بقى تاخد اللون الذهبي الحلو اللي كلنا بنحبه هديها كده حتة سمنة كده ندهن بيها وش الفراخ
زي ما انتوا شايفين. وهنا الفراخ انا فصلتها وقطعت كل نص على 2، فبقت عندي 4 قطع. هدخلها بقى الفرن عندي لغاية لما تتحمر، وانا احط لها مرقة في ارضية البايركس عشان ما تنشفش مني في الفرن. الرز بقى بتاعنا كان اتشرب زي ما انتوا شفتوا كده. ههديله النار واحط له الشياطة واسيبه يستوي. في الوقت ده بقى هحضر سلطة الدقوس بتاعتي. عندي هنا ربع كيلو من الطماطم، 2 فلفل رومي، 1 فلفل حامي، 2 فص ثوم، عصير ليمونتين. تمام. هنزل بقى بالخضار بتاعي كله كده في الكبة ما عدا الليمون. هعصر الليمون بتاعي على الخضار اللي موجود عندي، او كمعيار لو عايزة معيار يبقى ربع كوباية من عصير الليمون. تمام. عصرت بقى كمية الليمون اللي عندي. هنزل هنا بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، عليها معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، كمان معلقتين كبار من الخل الأبيض، معلقة صغيرة من النعناع الناشف. تمام. وطبعا ظبطت الملح. وهضرب بقى كل ده مع بعضه كده بدون مية تماما لغاية لما يتفرموا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هنزل عليهم بعد ما ضربت الخضار كله مع بعضه بنص كوباية من الكزبرة المفرومة. انا الكزبرة هنا عندي كانت فروزن، فما حبيتش احطها معاها من الاول، يا دوب هديها ضربة بسيطة كده معاها وبعدين هقدم السلطة بتاعتي. وبتتقدم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها حلو جدا، بتليق جدا مع الاكلة بتاعتنا النهاردة، وبتليق كمان مع الكبسة والرز البخاري، حاجات كتير بصراحة. تمام. هنا بقى الفراخ بتاعتي كده كانت خرجت من الفرن واتحمرت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. كان وقت الغدا بقى عندي هيتأخر شوية، فالرز بتاعي برضو كان استوى، فابتديت احط كده الفراخ على وش الرز عشان تفضل سخنة كده لغاية وقت الغدا زي ما انتوا شايفين. تمام. حطيت كده الفراخ بتاعتي كلها. جه بقى ميعاد الغدا، هبتدي بقى اغرف الرز. كانت حقيقي حلوة جدا، والحبة اللي سبتهم فيها كده مع الرز في الحلة حسيت كده الفراخ بقت كده طرية اكتر وكانت حلوة جدا جدا. ابتديت بقى اغرف زي ما انتوا شايفين الرز طالع حلو جدا ومفلفل، ومش قادرة اوصف لكم ريحته كانت عاملة ازاي. حطيت كده الفراخ من على وشه، كانت طرية كده وحرفيا دايب. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم وتجربوا وصفتنا النهاردة وبإذن الله تعجبكم. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.